الجاتوه القمر الخطير ده، وفي كوبايه وكمان ببيضه واحده، كوبايه دقيق. ايه ده؟ لا لا لا، الكلام ده كبير قوي قوي قوي، ولازم تكملوا باقي الفيديو وتعملوا لايك وشير عشان تعرفوا الوصفه الجميله. خلاط هنا هنزل بكوبايه سكر، اهم حاجه الكوبايه تبقى موحده، كوبايه لبن، كوبايه كاكاو خام، ويفضل انه يكون كاكاو خام اسباني. هضرب بقى كل المكونات دي كويس جدا. معلقه صغيره قهوه سريعه الذوبان، بس دي بتدي طعم خطير. اتاكدت بقى ان السكر هنا داب معايا، هنزل بكوبايه من الزيت واضرب المكونات كويس جدا. قوام الصوص قوامه حلو جدا جدا جدا. هاخد من الصوص ده كوبايه كده وهنخليها على جنب. نفس الكوبايه اللي عايزنا بقى هي اللي هنشيل من الصوص. اهو اسيبه بقى على جنب. بضايه بدرجه حراره الغرفه، صغيره خل، وهضرب كل الكلام ده كويس جدا. معايا هنا كوبايه دقيق، عليها معلقه كبيره بيكنج باودر، واقلبهم كويس. هنقل الخليط السائل. على فكره البيضايه اللي انا حطيتها دي حجمها كبير، لو انت البيض عندك حجم وسط او صغير هتحطي بكتير. هقلب بقى لحد ما كل الدقيق يختفي مع الصوص. واحنا شغالين في الكيك هنولع على الفرن درجه 180 الرف الاوسط. بصوا هو ده القوام اللي انا عايزاه، شايفين؟ هصب بقى في الكوبايات اللي هي الورق ديت، مش هدهنها اي حاجه. بصوا دي الكوبايات الصغيره اللي احنا بنستخدمها للقهوه. هصب بقى، بس هصب نص الكوبايه مش الكوبايه كامله لان لسه هترتفع. بصوا الخليط ما شاء الله ناعم تحفه. بصوا صبيته في الكوبايات كلها. بصوا اهو مش مليانه نصها، اهم حاجه نخبطها خبطتين كده بحيث ان هي تخرج اي هوا دخل جواها. بس هدخلها الفرن زي ما قلت لكم درجه حراره 180، فرن سابق التسخين رف اوسط. هيقعد حوالي 15 دقيقه ل 20 دقيقه لحد ما نختبرها كده بخله الاسنان وتكون استوت ان شاء الله. اهم حاجه نشيل اي زوايد زي دي كده علشان خاطر هتحرق معانا وهتخلي شكل الكب مش حلو. الصوص اللي انا كنت شايلاه على جنب هضيف على معلقتين بس من اللبن بس كده، واقلبها واحطها في حاجه كلها بوس عشان لما اجي اصب بيها تبقى سهله عليا. معايا نص كوبايه من اللبن، واحط عليها معلقه كده من صوص الشوكولاته واقلبها. ودي التشريبه اللي احنا هنطري بيها الكيك عشان تفضل طريه معانا. بعد ما خرج من الفرن هختبرها بخله الاسنان. طالعه نضيفه ما فيهاش عجين، يبقى هي كده استوت كويس قوي معايا. انا هنا عشان الكب معايا طلع مليان قوي، فانا هشيل الزياده عشان اعرف اشكل واحط الصوص ده. ما برميهوش، انا بستخدمه يا اما في وصفه تانية يا اما بقلب عليه صوص شوكولاته واستخدمه عادي. تمام، انا عملت كله كده بس عملت واحده قدامكم عشان اوريها لكم. هعمل هنا بقى الصوص اللي انا عاملاه التشريبه اللي هو اللبن على صوص الشوكولاته. هسقي بيه بقى لكل كوبايه او كل واحده معلقتين كده من اللبن على الصوص. هعمل كل الكميه كده. بصوا مفيش اسهل من كده. الصوص ده مهم جدا التشريبه دي علشان خاطر هتفضل معايا طريه كده وجوسي من جوه، حتى لو قعدت فتره ما تبقاش ناشفه. تمام، هخلصها بقى كلها كده. هنزل بقى بالصوص اللي احنا كله مع بعض كده، اغطي وش الكب بقى صوص الشوكولاته كده. بصوا زي العسل. زينه بقى اي حاجه سواء كريز او مكسرات اللي عندك حطيه. بصي تحفه زي القمر، قمر قمر بجد خطير. لازم تجربوا. ولا اقطع بقى ولا بهدل الدنيا شوكولاته، كل واحد ياخد الكب بتاعه كده ويتعامل. لو عندك شويه سبرينكلز كده ممكن تحطي برده حبه كده.
الاول بيحبوا الحاجات دي جدا. الكبات دي تنفع معانا اعياد الميلاد والحفلات، حلو قوي بجد، حاجه قمر 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 قمر. بصوا الجمال والحلاوه بجد، كيك تحفه. ده في العزومات، اعياد ميلاد، ضيوف جايين لك، بصي حاجه كده خطيره مشرفه جدا جدا وباقل تكاليف. يعني كل الكميه دي ببضايه واحده، كوبايه دقيق، مفيش اسهل ولا ابسط ولا اسرع من كده. بصوا بقى الجمال والحلاوه. وده اللي طلع، عملت منه كيك بوبس للاولاد، حاجه كده روعه. بصوا اوريكم الطراوه والهشاشه من جوه. بصوا بصوا تحفه، لوحه فنيه، لازم تجربوه. لو عجبتك الطريقه احلى لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.